عن التجشيم وفما تضييع الفرص. شوف الحقيقة، بالنسبة لي أنا شرف كبير باش نكون مدرب في بلادي العزيزة تونس. وهذا ما عنديش مزية، وكما قلت لك شرف وتشريف. وما فماش إنسان يرفض تدريب منتخب وخاصة بلاده، أني نمثل بلادي. كيف أنا لهنا راني نمثل بلادي ونمثل المدرب التونسي، ونقرأ حساب كل كبيرة وصغيرة لأي تصرفات، ولا نحب نخلي سمعة طيبة بالنسبة لبلادي وبالنسبة للمدرب التونسي. الاتصالات كانوا موجودين صحيح، ونشكر الناس اللي أعطت فيا الثقة، يعطيهم الصحة، نقول لهم ربي يوفقكم وبارك الله فيكم. وأنا كنت صريح معاهم، قلت لهم شرف كبير أني ندرب بلادي حتى بلاش، لأنه نسمع ساعات كلام من الأجرة ولا ما أجرة. الكلام اللي كله يتقال غلط، لا أساس له من الصحة وخيالي، والأجرة اللي يحكيوا عليها خيالية ومش موجودة بتاتا. وعمري ما كنت فكر فلوس، وخاصة مع بلادي. ولكن أنا لهنا أونجاجي، معناها عندي أونجاجمون مورال مع ناس أمنت بيا، وناس معناها عندها مشروع اللي تبني فيه، وبدينا من السنة اللي فاتت. وكنت صريح مع الناس اللي كلموني، قلت لهم أنا ما عنديش مشكلة، هذه بلادي، بالعكس أنا هذا واجب عليا، بارك الله فيهم. ولكن أنا مانيش طرف وحيد في الموضوع، فما ناس معناها أونجاجي معاهم وفي طور بناء فريق، وعندهم أهداف وعندهم أحلام. إذا كان فما التواصل يكون موجود، علاش لا؟ ما عنديش فكرة الحقيقة شنو هو اللي صار بالضبط، ما عنديش فكرة كاملة وشاملة شنو هو اللي صار، لأنه المفاوضات كانت بين ماتش طنجة وماتش الجيش، بتتر يزون باوزي باش يكلموني ولا يتواصلوا معي أكثر. ولكن شو نقول يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم اللي فكروا فيا. وانا تحت ذمة بلادي بطبيعة، كي يكون ما عنديش انجاجمون مع الناس، انا نقدر الناس هذوما ويعطيهم الصحة. وكل حاجة بالكتبة، كل حاجة بالكتبة. اتمنى التوفيق معناها في الاختيار المدرب الجديد للمنتخب التونسي، وان شاء الله الناس الكل يكونوا سند ليه ويعطيوه معناها دي زون بوزيتيف. بريميرمون ايوب خيري معناها